إذا مشاهدينا الكرام، مرة أخرى اتفقوا على جريمة قتل شاب الأم ديالو. واش هاد المشكل ما غاديش يتقاضى؟ لأنها كانت في أيام قليلة كانت في مدينة تمارة وفي سيدي بطاش، وهي الآن مرة أخرى تعود جماعة عين عتيق. نسأل الله السلامة والرحمة والمغفرة لهذه السيدة هذه، وما عرفناش الأسباب والمسببات في الوفاة ديال هذه السيدة، ولكن باش نوصلوا أي مستجدات غادي نوضعوا آخر المعطيات. تحياتنا واحتراماتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي صفحة ديال صوت تمارة. متابعينا الكرام، كنا في لايف آخر في جريدة الحدث 24، والآن هذا الشيء مؤسف اللي واقع الآن واللي تنتوصلوا به كمتتبعين الشأن المحلي، فتيضر في الخاطر. فولا هذا الشيء كثير. قتل شاب الأم ديالو في جماعة عين عتيق إقامة جنان الزهرة. ما عرفناش الأسباب والمسببات، ما عرفناش المشاكل، أولا هذا السيد تيتعطى المخدرات، أولا تيعاني من اضطرابات نفسية، كما عطانا أحد الأشخاص أنه هذا السيد ما ساكنش هنايا، تيجي غير مرة. شنو السبب علاش قتل الأم ديالو؟ الله أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا الشيء تيضر في الخاطر. قبل أيام قليلة كانت جريمة قتل في جماعة سيدي بطاش، قبل منها كانت جماعة تمارة فعلا في جريمة قتل ديال شخص يعاني من اضطرابات النفسية الأم ديالو في حي المسيرة. هي الآن جريمة أخرى بجنان الزهراء تمارة. وصلنا معطلين. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هادشي اللي غنقول، ان مؤخرا هادشي ولا كثير ضد الأصول. فتنتمناو من الناس اللي تتعاني من اضطرابات نفسية وعندها وليداتها تتعاني من اضطرابات نفسية، تتبع لها عند الأطباء. والناس اللي تتعاني من الإدمان ديال المخدرات، تحاول العائلات ديالهم أنها تشوف المراكز ديال العلاج، رغم أن هذا المشكل هذا ديال المراكز ديال الإدمان داخل عمل سخير تمارة تنتمناو إيجاد حل في أقرب وقت، لأنه كاين مراكز اللي هما مصحات باهظة الثمن في العلاج ديال محاربة الإدمان. نشوفوا الصخيرات كذلك شنو واقع فيها. جانا اتصال هاتفي من أحد الإخوان. فمتابعينا الكرام، باش نزودكم المعلومات، ان جماعة عين عتيق عرفت هذا المساء جريمة قتل ضد الأصول من طرف
الابن مازال ما عندناش السن، ما عرفناش الاسباب والمسببات في هذه الجريمه هذه. اذا رجعوا لكم في لايف اخر في اخر المستجدات في هذا الموضوع، وكذلك نقلوا اش وقع في الصخيرات.